بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. والله الواحد يعني النهارده مهارد لك، مش عارف يقول ايه من الزعل والحالة الكآبة اللي حصلت من الماتش، خصوصا بسبب السيناريو اللي حصل. لكن ان شاء الله في بشرة خير هنقولها ان شاء الله في اخر الفيديو لكل الزمالك وكل جمهور الزملكاوية. وانا مش هقدر اتكلم عن التحكيم لاني بصراحة يعني هنقول بقلبنا ان هي مش بلانتي، لكن هي مشكوك فيها، ممكن تتحسب ممكن لا، عشان نتكلم كلام كورة وكلام مظبوط. لعيب طالع، الطبيعي ان انت وانت بتنط، لو اي حد جرب كده وبينط عالي، بينط 2 متر لفوق، رجله هتتنى، ركبته هتتنى وهو بينط. فممكن النطه دي حكم يشوفها ان هي نطه طبيعيه مع جسمه، واحد تاني هيشوفها انه ساند وتهور، فممكن تتحسب وممكن لا، عشان نقول كلام مظبوط. طب هل كده احنا نفضل بقى نيجي على حسام عبد المجيد؟ انا النصيحه لحسام عبد المجيد يمكن حاجه بره الكوره وحاجه غريبه كده، يا ابني طلع حاجه لله. احنا مش كل ماتش هنفضل نناديك ونسقف لك والدعم يا حسام والدعم انت فعلا راجل وفعلا لعيب جدع ولعيب مجتهد وكل حاجه فعلا فيك، وانت معاك حاجه عكساك، حاجه معكساك، طلع يا ابني حاجه لله، لو لعل الرساله دي توصل لك طلع حاجه لله، عشان النحس اللي ماسكك ده يعني على حظنا يجي يمسكك في وقت فيه فينش، وقت فيه بطولات، فربنا يفكها عليك وعلينا. حاجه تانية بصراحه برضو للامانه، عشان ما نقعدش نمسك نقول الظلم والتحكيم والظلم، احنا اصلا الكره اللي قبليها الونش كانت ممكن تتحسب بلانتي، برضه ممكن تتحسب وممكن لا، وربنا نجانا وربنا سترها معانا، وبرضه تهور داخل بتاكلينج. انا ما اعرفش ازاي يا جماعه، اللعيبه دي لعيبه كبيره ولعيبه منتخبات ولعيبه دوليه ولعيبه خبرات، وقول زي ما تقول، وبيعملوا التهور ده جوه ال 18. انا مش فاهمها بصراحه، عشان نتكلم كلام مظبوط. وما نقعدش نتكلم على السيناريو والجون وراح وجه والحزن اللي احنا فيه وحاله الكآبه اللي احنا فيها. وكنت المفروض اطلع اتكلم معاكم بعد الماتش، ومن الحاله النفسيه الواحد مش طايق نفسه خالص، لو قلت لازم بقى اقول الرساله بتاعتي. طب انت يا عم بتتهور ازاي؟ الونش معروف زمان اول ما طلع من هو لسه ناشئ كان مشكلته التهور، تيجي تعملها تاني على كبر؟ لا مش كده، مش كل شويه لعيب يتهور، كل شويه لعيب يتهور تجيب علينا جون، الغلطه بجون. النهائيات دي بتعتبر على نص فرصه. شيكوبانزا احنا متعودين منه على كده، يعني مش هنقدر نلومه، لكن انت راجل خلاص شمست اللعيب وانت والجون، ارزع، مش بتبازيها، ارزع في البعيد، اركب الكوره. وثلاث كور تانيين انفرادات ومرتدات. فلكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وعايز برضه عشان اقول لجمهور الزمالك اطلع من الحاله دي، لو كان الماتش جون من اول الشوط ولا من نص الشوط ولا بتاع، الطبيعي فرقه بتلعب على ملعبها وفرقه كبيره وفرقه واصله نهائي ووسط جمهورها، الطبيعي تجيب جون عشان نتكلم كلام كوره. والطبيعي ان انت رايح بتلعب على التعادل 0-0، خطفت جون خير وبركه زي ما كان هيحصل وربنا قدر وما حصلش، او لا قدر الله تطلع 1-0. فده احنا الحزن ليه؟ ان كان السيناريو اتغير لحاجه خلصنا بسبب كمان الضغوط النفسيه واللي احنا فيها وضغوط المطوشه والضغوط. فخلاص كانت تبقى خلصت من بابه 1-0 هناك، زي المباراه اللي قبل النهائي كسبنا 1-0 هناك وجينا هنا تعادلنا. خصوصا برضو ان احنا فنيا مش بسهوله بنجيب جون، فكنا ارتحنا. فلما السيناريو اتقلب ان الجون بدل ما يبقى لينا يبقى كمان علينا، فده اللي عامل لنا الضغطه دي والنفسيه دي. لكن الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. وبشرة الخير اللي انا هقولها لكم ان شاء الله في اخر الفيديو، اخر بطوله كونفدراليه الزمالك واخدها كنا مغلوبين هناك 1-0، وكان لقاء العوده في برج العرب، كنت انا حاضر الماتش دوت وكسبنا 1-0 بضربه جزاء، وبقى 1-1 وخدنا المباراه ببلانتيات. ان شاء الله هنا نكسب 2-0 ان شاء الله، والساعه الكامله. ونادي الزمالك طالب من الامن، واكيد يعني النادي الزمالك الوحيد اللي بيمثل مصر، طالبين الساعه الكامله و70,000 مشجع وتوافق عليه. وان شاء الله الاستاد هيبقى على اخره وهنكسب 2-0 ان شاء الله، نطلع نبقى مخلصين الماتش من غير ما نوصل لضربات جزاء ولا نوصل لاي حاجه، والسيناريو ان شاء الله يبقى معانا. لكن لازم نصيحتين. اولا دي حاجه بره النصايح، يعني رجاله بفوق ال1,000,000% رجاله من اول ثانيه. نمره 2، انت الدفاع ما ينفعش يغلط، الغلطه بجون علينا يبقى الشغله خلصت خلاص، ولا قدر الله لو خسرنا كونفدراليه خسرنا دوري، فالغلطه بجون علينا. بالنسبه للفراوده،
النص فرصه بجون. يعني هم دول نصيحه للدفاع ونصيحه للهجوم. الغلطه هنا بجون، ما ينفعش اتهور، ما ينفعش اعتمد على ان الحكم عادل، اعتمد على ان الحكم ظالم. فلو دي الطبيعي لا اهرب سنه، لو انا ينفع اخش معاه في كوره هقف سنه، وكده كده ان شاء الله مش جايه وربنا معانا. لكن ابقى بتهور وبضغط لا، ده كلام مش مظبوط. بنتايك برضو حماس وبتاع، لكن طب احنا استفدنا ايه دلوقتي؟ انت راجل مطرود، احنا ناقصين؟ ده احنا ما عندناش لعيبه، بنلعب بنص فرقه. فربنا يستر وربنا يكرمنا. وبشرة الخير ان شاء الله، بشرة الخير اللي احنا بنتكلم فيها ان اخر بطولة خدناها كنا زي ما قلت مغلوبين اول ماتش هناك 1-0، والحمد لله في العودة كسبنا وربنا وفقنا وخدنا البطولة. فان شاء الله لعلها خير. وكانت نفس السيناريو وكانت نفس الظروف، وكانت يمكن برضه في ظروف صعبة. احنا الظروف المرة دي الصعبة ان احنا عدد قليل من اللاعبين. ربنا يكرمنا وربنا معانا وكل الدعم، ومفيش مجال لاختلاف. وهنقول حسام عبد المجيد راجل من حديد وربنا معانا، وان شاء الله كلنا نكسب. وانسوا اللعيب خالص، وانسوا بقيه اللعيبه واي حد غلط. احنا معاك وفي ظهرك، وان شاء الله انتوا زي ما انتوا لو حتى في سنه اخفاق انتوا اللي هتجيبوا البطوله. وان شاء الله يا حسام عبد المجيد انت هتجيب جون بدماغك وتبقى راجل وتبقى احسن لاعب في المباراه ان شاء الله، وربنا يعوضنا بيك خير وباللعيبه كلها ان شاء الله. شكرا ليكم وان شاء الله الدوري لينا. ما تنساش تدعمني لو عجبك الرساله اللي تاني دعمك ليا، وربنا معانا. وان شاء الله الكونفدراليه زملكاويه والبطوله بتجيب بطوله وبعديها الدوري زملكاوي. ربنا معانا، مش عايزين نخلص نضيع كل تعبنا اللي عملناه كل ده على الفاضي. ربنا معانا. ولو كلامي عجبك ما تنساش تدعمني بلايك وشير، وربنا معانا ان شاء الله، واشتراك. سلام عليكم.